كبسة إلهام الشهيرة، تعالوا نسويها سوا. طبعا ما عليكم بإيد أختي تقول الكبسة ما تنوكل بخاشوقة تنوكل بالإيد. المهم تعالوا خلنا نسوي الكبسة سوا ونشوف شلون تطلع هيك جوسي، لأن الكبسة مالت إلهام الشهيرة إنه تكون بيها مي وجوسي شوية. أول شي نخلي زبدة أو سمن نباتي، العفو سمن نباتي. إذا ما عندكم سمن عادي تستخدمون زبدة وتخلون وياها شوية زيت، همين تطلع نفس طعم السمن النباتي. طبعا أول شي خليت السمن تقريبا خليت ملعقتين كبار، وراح أضيف البصل. طبعا هذا البصل مقطعته مكعبات تقريبا مو كلش ناعم، وراح نحمسه زين كلش منا لما ينطيني هذا اللون الحلو، اللون الأحمر. تمام، يعني الاستواء الزين مو كلش، لأن صراحة مرة جربتها إنه أنا حركته كلش زايد، فبعدين انطاني مرارة بالتمن، فخلوه يعني هيك نص استواء. وهسه راح نضيف له، بعد ما نضيف له الدجاج وهاي هو همين راح يستوي زايد. طبعا هذا الدجاج أنا غسلته كلش زين وخليت له خل وليمون، تمام، وخليته ينشف تماما من المي وقطعته. هسه أخليه ينحمس حمسة زينة، وبعدين أضيف له التوابل مالت الكبسة اللي هسه أنا راح تشوفونها. طبعا بنات بالنسبة للدجاج شيلوا من عنده الجلد، إذا شيلون من عنده الجلد يعني صراحة الزفرة تختفي، تمام. وإذا تخلون وياه خل وليمون بعد أصلا ما أكو زفرة ويطلع طيب ويجنن بدون ريحة المزعجة. لأن أكثر دائما يقولون إنه خلاص الدجاج مو حلو لأن بيه زفر. لا بنات، شيلوا من عنده الجلد وخلوا له خل وهي الزفرة راح تختفي. طبعا هنا بعد ما تحمر يعني عندي الدجاج شوية، راح أضيف له بهارات دجاج، وراح أضيف له بابريكا. هنا راح أضيف له خاشوقتين بابريكا، وراح أضيف بهارات مرق. طبعا بنات هاي البهارات أنا جبتها من إيران، أكو وكالة نسيت أصورها لكم، دائما أنسى بنات. هاي الوكالة تخبل يعني فعلا البهارات مالتها تفرق بالأكل. وهنا ضفت الليمون، العفو ضفت نومي بصرة، وضفت ثوم، وضفت البوتيتة والمعدنوس أو الكرفس. طبعا ما أدري وين الليمون بالموضوع، بس خلاص ما عليكم. فنضيفهم بنات. شوفوا هاي الحركة اللي هو الدبس الرمان. بنات دبس الرمان يعطي طعم كلش حلو ويخليها يعني هيك بيها حلا. فأنصحكم بهاي الخطوة أو هاي الحركة. طبعا حمست المعجون على جهة حتى تطلع الريحة مالته، بعدين حمسته ويا الدجاج وباقي المكونات. هسه ضفت عليه مي حار، مي غليته خليته بالغلاية، وهسه أضيفه حتى يستوي عندي الدجاج بسرعة وما يتأخر، تمام. وراح أخليه يستوي ما أدري، خلي أشوف أنا دائما يطلع يعني يستوي وياي ورا 30 دقيقة، تمام. إذا جدر الضغط 20 دقيقة كلش زايدة. أما إذا الطباخ خصوصا إذا كان طباخ كهربائي أعتقد ياخذ من عندكم 40 إلى 50 دقيقة، وفعلا أخذ 40 إلى 50 دقيقة. وهسه ضفنا التمن، تمام بنات. طبعا هذا التمن أنا استخدمت الحبة الناعمة، هو صراحة المفروض تستخدمون الحبة الطويلة، تمام. فأنا لا استخدمت الحبة الناعمة لأن هذا يعني يحبون العائلة، أوكي. وطبعا هاي الكبسة بنات تخبل. هاي اللقمة خلي أصوركم الكامل بنات بس شوفوا جمالي، يخبل فعلا حلوة وجوسي، تمام. هسه راح أراويكم شلون المنظر، لأن هسه هاي آخر شي يعني نشفت وخليتها بالصحن. بنات هذا طعمها أول ما نزلتها. وصدق الكبسة ما يصير ناكلها بخاشوقة، لازم بإيدينا
بعد ما أدري، كل من بكيفه. إذا عجبتكم لا تنسون تجربونه وتعطوني آراءكم، ولا تنسون تشتركون بقناتي وتدعمونه. إذا عندكم وصفات اكتبوا لي بالتعليقات وأني أجربها. مع السلامة.